أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دكتور الشغل. النهاردة هنتكلم على موضوع يمكن يهم كل الناس. في ناس كتير قوي مش متخيلة إن ده موضوع مهم بالنسبة لشغلهم، لكن هو مهم جدا. النهاردة هنتكلم على صحة الفم والأسنان وعلاقتها بالشغل، ويسرني جدا إن أنا أكون معايا في الحلقة النهاردة دكتورة آلاء محمد، مدرس الصحة العامة للأسنان بكلية أسنان جامعة عين شمس. وهي هتتكلم معانا بقى على حاجات كتير قوي. ليه صحة الفم والأسنان بتأثر على شغلي، وهل شغلي ممكن يأثر عليها ولا لا؟ فخلينا نبدأ كده. والأول ازيك يا دكتورة آلاء ومنورنا. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ سعيدة ان انا مع حضرتك النهاردة، وان شاء الله نتكلم عن حاجات تبقى مفيدة يعني للناس. أول سؤال هسأله لك: هل في شغلانات ممكن تأثر أصلا على صحة أسنان الناس؟ يعني أنا العادي إن أنا عارف إن أنا ممكن يكون لو مش بغسل سناني، لو أنا مش بهتم بنظافة بقي، مش ما أعرفش إيه وما إلى ذلك، ده يأثر على صحة الفم والأسنان. لكن ممكن تكون الشغلانة اللي أنا بشتغلها بتأثر على أسناني. تمام، احنا في الاول هنبدأ كده بالمفهوم المتداول بين الناس اكتر، وهو ان فعلا صحة الاسنان هي اللي ممكن تبقى بتأثر على حياتنا، وهي اللي تبقى بتأثر على انتاجيتنا في الشغل او طبيعة شغلنا او اي حاجة. زي فكرة ان انا عندي تسوس في اسناني، عندي حاجة بتوجعني في اي مشكلة في اسناني، فده هيخليني ان انا مش عارف اركز، مش عارف ان انا اروح شغلي باستمرار، مش عارف ان انا انتاجيتي تبقى احسن حاجة، فده يبقى في الاخر بيأثر على الشغل نفسه. ده اللي دايما بيبقى متداول. انما فكرة ان الشغل ممكن يبقى بيأثر على صحة اسناننا او صحة الفم عموما، دي يعني حاجة ما كانتش قوي منتشرة، بس هي فعلا لا يعني بتأثر جدا على صحة الأسنان. زي ايه؟ زي عندنا حاجات كتير قوي ممكن تبقى بتأثر على صحة أسناننا. زي ايه مثلا؟ ممكن نقول دكاترة. أول حاجة ايه اللي ممكن في شغلهم يبقى بيأثر على الأسنان؟ أول حاجة مثلا احنا طبيعة شغلنا ممكن تكون stressful شوية، عندنا anxiety كتير، وعندنا اكتئاب ساعات، عندنا على طول حاسين ان احنا ورانا حاجات. حتى دكاترة الأسنان بالذات مثلا طبيعة الشغل بيبقى فيها شوية مشقة مثلا. شغل الأسنان بيبقى محتاج لود كتير شوية، ممكن يبقى بيخلينا ان احنا نعدي بعض العادات الصحية اللي احنا ممكن لازم نهتم بيها عشان صحة أسناننا. ممكن تخلينا ان احنا نبقى بناكل في الشغل بطريقة مش صح، فده يبقى بيأثر على صحة أسناننا. فده بالنسبة مثلا وظيفة زي الطب. دي وظائف تانية ممكن تبقى بتأثر على الأسنان، بس احنا خلينا في الأول نبدأ بتقسيمتين كده مختلفين لازاي ان ممكن صحة الأسنان تتأثر بنوع الوظيفة أو بالوظيفة عموما. ممكن الوظيفة تبقى بتأثر على صحة الأسنان بطريق تأثير مباشر. زي إيه؟ زي مثلا بعض الشغلانات اللي بتبقى الناس بتتعرض فيها مثلا لمواد كيميائية، لأبخرة معينة. الناس اللي بتشتغل في مصانع زي مصانع الرخام والجرانيت، والناس اللي بتشتغل في مواقع زي التعدين، المهندسين اللي بيشتغلوا على طول في مواقع. الناس دي دايما بتتعرض يعني لمواد، ممكن المواد دي تبقى بتأثر على صحة الأسنان. فده أنا أعتبره إن هو كأنه تأثير مباشر. في نفس الوقت في بعض الوظائف ممكن تبقى بتأثر بتأثير غير مباشر، زي اللي احنا كنا لسه قايلينه على مهنة الطب مثلا، إن التأثير الغير مباشر إن هي تبقى توتر والضغط والكلام ده يخلينا ان احنا نهمل بعض العادات الصحية اللي في الاخر تأثر على صحة الاسنان. فدي كده تقسيمة عامة لازاي ممكن الشغل يبقى بيأثر على صحة اسناننا. تمام. خليني كمان ازود على اللي انت قلتيه ان في بعض الكيماويات فعلا، يعني مثلا مشهور قوي عن الزئبق. الناس بتتعامل مع الزئبق، مشهور جدا ان هو بيعمل لهم التهاب في اللثه وتساقط في الاسنان بتاعهم لما يتعرضوا له كتير. كمان في شغلانات الناس بتستخدم سنانها فيها، زي مثلا الكهربائي. يعني احنا عاده ده كان زمان الكهربائي لما بيجي يروح ولغايه دلوقتي عايز يقشر السلك او حاجه، يروح عامله باسنانه، فده بالظبط. بيجرح في اسنانه. ففي حاجات
اوريدي الناس بتستخدم سنانها كتول، يعني بتستخدمها كأداة من الأدوات اللي بتشتغلها، زي ما بيستخدم إيده ساعات كأداة بدل المفك أو بدل الشاكوش أو حاجة، أو بيستخدم سنانه ساعات بدل الكلابة أو الحاجة اللي المفروض يمسك بيها. اه طبعا، فهي فعلا في بعض الوظائف هي ممكن تبقى طبيعتها بتأثر على الأسنان، وفي بعض الوظائف زي ما قلنا ممكن يبقى التأثير غير مباشر، بس ستيل برضو لسه في تأثير، فلازم يبقى يعني بناخده في الاعتبار، ولازم نبقى يعني فاهمين هو ليه ممكن يبقى في تأثير حتى لو هو كان غير مباشر. زي ما حضرتك قلت مثلا، موضوع الوظائف اللي هم بيستخدموا أسنانهم كأدوات بدل ما يستخدموا مثلا مفك، بدل ما يستخدموا حاجة. مثال تاني يعني على اللي حضرتك قلته، مثلا الترزي دايما يبقى ساعات حاطط مسامير الدبابيس والإبرة والحاجات دي بين سنانه، فنلاقي كتير قوي شكل الأسنان من قدام ان كأن في يو شيب كده في السنة من قدام، كأن في حفرة في السنة من قدام، من نهايتها من تحت. ليه؟ لان هو بيمسك مثلا الدبوس او اي حاجه باسنانه، ودي حاجه هو بيفضل بيعمل نفس العاده دي تقريبا يوميا لمدة سنين كتير، فهو ده اللي ممكن يبقى بيخلي فيه تآكل الأسنان بالمنظر ده. شغلانات تانية مثلا زي ممكن مثلا الناس اللي هي بتشتغل في المصانع زي ما قلت لحضرتك، والحاجات دي الأبخرة والبارتكلز الصغيرة بتاعة الرخام والكلام ده كله ساعات بيعمل برضو تآكل في طبقة المينا. الزئبق زي ما حضرتك قلت، الزئبق ده مثلا هنلاقي ان هو حتى في نوع من انواع الحشوات اللي كان بيستخدم في الاسنان اوريدي كان بيبقى فيه زئبق، اللي هو الامالجم، الحشو اللي لونه سيلفر ده. دلوقتي طبعا قل استخدامه كتير عن قبل كده، بس الفكرة ان هو الحشو ده عشان حتى يتشال ساعات ان هو طبعا بيبقى بيطلع زي رذاذ، وهو بيتشال الرذاذ ده بيبقى فيه زئبق، فده برضو بيبقى بيأثر على الأسنان. وحتى كمان لما كانت الحشوات دي بتتحط كنا دايما نلاقي لون السنة نفسها حوالين الحشو، نلاقي ان هو ابتدى يتغير ويبقى فيه لون رمادي كده في السنة شوية، نتيجة الزئبق اللي موجود في مادة الحشو دي. ففعلا في تأثير يعني لشغل كتير قوي على على الأسنان. الحاجات اللي هي زي الأحماض اللي بتستخدم في بعض المصانع، الكلام ده كله، اللي هي الجزيئات زي ما احنا قلنا بتاعت الرخام، بتاعت التعدين، بتاعت الفحم، الناس اللي بتشتغل في الفحم، الكلام ده كله، دي تراكمها الكتير مش بس هيبقى بيأثر على صحة الأسنان بس، وإن هي ممكن لونها يغير أو إن هي يحصل فيها تآكل. ساعات كمان بنلاقي إن في دراسات اتعملت إن نسبة الأورام السرطانية اللي ساعات بتحصل سواء في الفم أو سواء في الجزء اللي هو بتاع البلعوم، نتيجة التنفس واستنشاق الجزيئات الصغيرة دي. في الناس اللي بتشتغل في الأماكن دي بنلاقي إن هي نسبتها أعلى بكتير من الناس اللي ما بتشتغلش في أماكن بتتعرض فيها يعني للجزيئات والمواد دي. فده برضو خطر كبير جدا. الوظيفة نفسها او الشغلانة اللي انا بشتغلها ممكن تبقى بتأثر عليا فيها، مش بس ان انا لون سناني يغير، او ان انا حصل عندي تسوس، او ان انا ابتدى يحصل عندي مثلا تآكل في الاسنان. لا، ده ممكن توصل لحاجات زي الاورام السرطانية تبقى نسبتها اعلى بسبب التعرض للمواد دي. خليني أسألك سؤال، هل اتفضل. الوظائف اللي أنا بما إني بهتم يعني بشكل كبير بالطب النفسي وعلاقته بالطب المهني، سؤالي دايما، هل الجز على السنان والاسترس اللي بيجي لي مثلا نتيجة إن أنا بشتغل شغلانة مديري مطلع عيني، أو أنا في الشغل ده عليا ستريس كتير، عليا ضغوطات كتير، ضغوطات مالية أيا كان، الضغوطات عمالة بتزيد عليا، فبنام وبنام أول ما أنام أجز على سنين، ده انتوا شايفين ان ده بيعمل مشاكل بعد كده في السنان وفي في الضروس وفي في صحة الفم بشكل عام؟ ده بيتكرر كتير جدا، وده زي ما حضرتك بتقول كده، هو ده ممكن يكون في يعني في التقسيمة في الجزء التاني اللي احنا كنا اتكلمنا عنه، اللي هو ان يبقى فيه تأثير غير مباشر للشغل على صحة أسناني. زي ايه؟ زي ان انا مثلا عندي امتحانات، عندي مثلا ورك لود كتير قوي، عندي حاجات مش قادر ان انا اخلصها، ده عمل لي ستريس فظيع، ما بقتش قادرة ان انا
ابالانس بين الحاجات دي وبين حياتي، ده اثر عليا ان انا بقيت فعلا بجز على اسناني كتير جدا. الجز على الاسنان ده هيبقى ليه بقى عواقب كتير جدا، مش بس على الأسنان. ساعات بتوصل للفك بتاع المفصل بتاع الفك نفسه. يعني مثلا ان الجز على الأسنان مع يعني مع الاستمرار لمدة طويلة هيعمل تآكل في الأسنان. دي أول حاجة، ودي تعتبر أبسط حاجة. التآكل في الأسنان ده هيبدأ يخليني إن أنا ما بقاش العضة بتاعتي مظبوطة، فبدل ما عضتي مش مظبوطة، الفك نفسه المفصل بتاعه هيبقى بيفتح وبيقفل بطريقة مش مظبوطة، يبدأ يعمل لي مشاكل عند المفصل بتاع الفك نفسه، يخليني بقى يبقى في ألم فظيع عند مكان المفصل نفسه. ما بقاش قادر ان انا افتح واقفل بسهولة، مع الفتح والقفل كل مرة يبقى عندي فيه مشاكل. ده طبعا غير ان هو هيبقى عمل لي كده، ده هيزود الحالة النفسية بتاعتي، ان انا اصلا مكتئب ومتوتر وحاسس مثلا بضغط. لا، ده الألم والمشاكل بتاعت الفك دي هتبقى بتزود كمان الإحساس ده. فهي تحس ان هي كأنها دايرة مفرغة مش هتخلص. لو انا بدأت ان انا مش قادر ان انا اتحمل ضغط الشغل، ده هيأثر على اسناني. اما اسناني يبقى فيها مشاكل وما بقاش قادر ان انا اعيش حياة طبيعية بجود كواليتي بطريقة صحية، ده هيرجع تاني يزود لي الحالة النفسية بتاعتي. فتحس ان هي في الاخر دايرة. خليني اسالك سؤال اخر. دلوقتي احنا عرفنا ازاي الشغل بيأثر على السنان. طب ازاي مم. السنان ممكن تأثر على الشغل؟ طبعا اشهر واهم حاجه وانت قلتيها في الاول، كفايه بس الوجع. يعني الوجع ده ايه اللي هيخليني اغيب عن الشغل؟ ايه اللي هيخليني حاضر وغائب؟ اللي هو بالظبط. عندي بريزنتيزم موجود ومش موجود، ان انا مركز في الوجع بتاع سناني. لكن هل ده ممكن يأثر عليا في حاجه تانية في الشغل؟ يعني غير الألم وده، هل ممكن يأثر على حاجات تانية؟ اه طبعا. مثلا لو عندي مشكلة في الأسنان الأمامية، ده ممكن يبقى بيأثر على شكل الأسنان نفسها. شكل الأسنان لما هيبقى في مشكلة وهيبقى متأثر، ده هيأثر على علاقتي بالناس. في مثلا شغلانات كتير قوي بتبقى بتعتمد أصلا على الشكل والبرزنتيشن بتاع الشخص نفسه. مثلا حد بيتعامل على طول مع الجمهور، مثلا دكتور، حد في منصب مهم، حد في وظيفة قيادية، الكلام ده. الناس دي طبعا بتبقى لازم ان هي يبقى الشكل نفسه مرتب كده على طول. فلو في اي مشكلة في الاسنان الامامية، هنلاقي ان ده هيبقى بيأثر اولا على ثقتهم بنفسهم، ثانيا على تعاملهم مع الناس. وفكرة ان انا ابقى في تأثر في التعامل مع الناس، ده هيبقى برضو هيرجع تاني أثر على حالتي النفسية. لان انا لو مثلا لقيت ان الناس ممكن تبقى بتعمل لي بولينج، او الناس ان هي ممكن تبقى مثلا بتبعد عني عشان شكل اسناني مش كويس. حتى ده بيظهر كتير قوي في الاطفال. اطفال كتير قوي ممكن يبقوا بيشتكوا ان هم لو عندهم تسوس في اسنانهم، ان هم بيحصل لهم بولينج في المدرسة او في الحضانة او كده. فده يبقى بيأثر عليهم ويخليهم ان هم مثلا مش عايزين يروحوا المدرسة. ليه؟ علشان انا صحابي بيتريقوا عليا ان انا اسناني شكلها مش حلو. فده حتى لو هو بيحصل في الأطفال، برضو ممكن يبقى بيحصل في الكبار، مش لازم بنفس الطريقة، بس بيبقى بيحصل وبرضو بيبقى ليه تأثير سيء على صحة الشخص النفسية نفسها. صح، عندك حق. خليني اكمل على كلامك برضو، ان في بعض الحاجات تانية ممكن تأثر على الكوميونيكيشن او على التواصل ما بيننا وبين بعض. ان السنان هتبقى مسؤولة بشكل او بآخر عن مخارج حروفي. فلو انا السنان بتاعتي فيها مشكله، فممكن مخارج الحروف بتاعتي ما تبقاش مظبوطه، فيأثر على الكوميونيكيشن بيني وبين الناس. اه وكمان طبعا. اعتقد، وقولي لي وصححي لي يعني برضو، ريحه بقي نفسها ممكن تبقى عامله عائق ما بين الناس. ناس مش تيجي تقول لي ريحه بقك وحشه، بس مش هيحبوا يتكلموا معايا، مش هيحبوا يقربوا مني، مش هيحبوا يبقوا موجودين بالظبط في بالظبط، الفطار اه طبعا. بتاعي. وده مش شرط يكون عشان انا مش بغسل سناني، هو ممكن يكون لو انا عندي حاجه في سناني تعباني، او في اي نوع من انواع. صححي لي المعلومه اذا كنت انا خاطئ. يعني مش شرط عشان انا مش بغسل سناني يكون ريحه بقي وحشه. ممكن اكون بغسل سناني وريحه بقي وحشه. مظبوط ولا انا غلطان؟
يعني هو السبب الأساسي طبعا بيبقى ساعات وجود مثلا تسوس وحفر في الأسنان، ومثلا ما حصلش علاج ليها أو ما تعملش حشو للضرس اللي فيه تسوس. ده طبعا بيخلي فيه بكتيريا كتير قوي في الأسنان، وبتعمل ريحة مش لطيفة للأسنان. دي أول حاجة. ساعات بعض الحالات ممكن ان هو يبقى بيغسل اسنانه ويبقى فيه رائحة فم كريهة ساعات، بس دي بيبقى الحل مثلا ان هو يعمل على طول مضمضة بغسول للأسنان. اهم بالنسبة لنا ان احنا بنبقى عايزين نعرف ايه السبب بتاع ريحة الفم اللي مش كويسة، لان احنا لو عرفنا السبب هنقدر نعالجه، والسبب نفسه خلاص يعني يبقى شلناه، فالعرض نفسه خلاص يتشال. انما فكرة ان هو برضو ما يبقاش ليه سبب خالص، يعني لا، ما بتبقاش حاصلة يعني. خلينا نخش بقى في النصايح العملية يعني. دلوقتي احنا عرفنا ان ده ممكن يأثر علينا في حياتنا. ازاي الاول اخد بالي من اسناني، وازاي اخد بالي من الجز على اسناني، ازاي اقلله على قد ما اقدر، غير ان انا اقلل الاسترس. يعني هحاول طبعا طبعا واحنا اتكلمنا كتير في البودكاست على ازاي نقلل الاسترس في حياتنا، لكن امم. اعمل ايه تاني عشان احافظ على اسناني واحافظ على المفصل بتاع الفك واحافظ على كل ده، عشان لو انا بتعرض لضغوطات. ده واحد. اتنين، ازاي احافظ برضو بشكل عام على اسناني في الشغل، خصوصا لو كان في شغلانات زي ما احنا مثلا متفقين كده ان هي فيها هي نفسها بتأثر عليا. مثال مثلا الناس اللي امم. بتشتغل شيفتات، فهو ممكن يكون بيشتغل شيفتات طويلة زي الدكاترة انت اتكلمتي عليهم، بيشتغلوا شيفتات طويلة اوقات كتيرة، مش لاحق ان هو يخش يغسل سنانه، او مفيش مكان يروح يغسل فيه سنانه، او الادوات مش قادر تمام. يشيلها في حته عشان يحافظ عليها. عارفه الشغل نفسه الظروف بتاعته اه مخلياني مش طبعا. قادر ان اه. انا احافظ على ده. فاعمل ايه يعني؟ ايه اللي ابقى جاهز بيه؟ انا خليني اقول السؤال ده شقين: شق ليه علاقه بالجز على السنان، وشق ليه علاقه بنظافه السنان. تمام، فاسمع ممكن منك. نبدأ بالشق اللي هو ليه علاقة بالجز على الأسنان. المفروض ان احنا بيبقى في تمارين طول الوقت، لو احنا صاحيين نحاول ان احنا نعملها عشان نبطل جز على الأسنان. ده لو احنا قادرين نعمل كده. لو مش قادرين بيبقى في حاجة اسمها جهاز واقي للأسنان. ده بيبقى حاجة بتتلبس، المفروض ان هي لما بيبقى في الشخص بيجز على أسنانه المفروض ان هو بيلبسها علشان حتى وهو نايم او كده ما يبقاش فيه جز على الاسنان ده على طول، ما يحصلش تآكل الاسنان، يقلل الضغط على مفصل الفك فما يحصلش مشاكل فيه اكتر. فهو ده المفروض ان هو يبقى الحل. بس يعني الحل برضو ده لازم يبقى، او المفضل ان هو يبقى معاه ان احنا نحاول ان احنا اصلا نبطل العادة دي خالص. فده بالنسبة للجزء الجز على الاسنان. بالنسبة بقى للجزء التاني اللي هي بعض الوظائف اللي هي أصلا بتبقى طبيعتها بتأثر على صحة الأسنان. مثلا أنا شايفة الصراحة إن الوظائف اللي هي فيها هازارد معين للشخص نفسه، المفروض ان ده يبقى مسؤولية، زي ما هو مسؤولية الشخص فهي مسؤولية الإدارة بتاعة الشغل أو العمل ده. ان هم مثلا المفروض ان الناس اللي بتشتغل في المصانع بتاعة الكيماويات والمواد اللي فيها جزيئات الرخام والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها، يبقوا مثلا من ضمن الرولز بتاعة الشغل ان لازم الناس تبقى لابسة ماسك مثلا وهي بتشتغل. ده هيقلل استنشاق الجزيئات والأبخرة بتاعة الأسيدز والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت هيبقى بيحافظ شوية، حتى لو مش يعني مش بنسبة 100%، بس يعني هيبقى بيحافظ على الأقل جزئيا على صحتهم، سواء صحة أسنان أو صحة حتى الجهاز التنفسي بتاعهم. فأنا شايفة إن هو جزء كبير من حل المشكلة في بعض الوظائف بتبقى بإن احنا نبقى بنعمل إجراءات سلامة للناس اللي شغالة أصلا في الشغل ده. على الناحية التانية بقى بعض الحاجات اللي هي بتبقى تعتبر عادات للأشخاص نفسها في الشغل. يعني مثلا زي ما حضرتك قلت على موضوع الدكاترة بياخدوا شيفت طويل قوي، الشيفت ده مش هيقدر يبقى جايب معاه فرشة الأسنان والمعجون، وهيسيبهم فين وهيغسل أسنانه فين. في نفس الوقت اللي هو طبيعة الأكل بتاعه خلال الشيفت الطويل قوي ده
هتبقى ايه؟ غالبا هتبقى فاست فود، هيبقى بياكل اي حاجة سناك موجود قدامه، غالبا هتبقى حاجات برضو غير صحية. طيب ده نحاول بقى ان احنا نعمل ايه؟ نحاول ان احنا على قد ما نقدر لو ينفع ناخد معانا اي سناكس من البيت تكون حاجات صحية. الصبح وانا بعمل سندوتشات لابني، اعمل مثلا ساندوتش ليا، واعمل خيار وجزر وحاجات هتخليني اشبع طول اليوم، وفي نفس الوقت هي حاجات صحية. احاول ان انا ابقى واخدة معايا مية، لان المية طول ما انا موجودة هعرف اشرب مية. هيخليني شوية مش هتجه ان انا اجيب بيبسي، اجيب كوفي كل يوم، اجيب حاجات تبقى بتأثر على اسناني، تعمل تغير في لون الاسنان مع الاستخدام اليومي ليها. الكلام ده كله بالنسبة لموضوع غسيل الاسنان، وان انا مش هبقى قادرة اخد معايا الفرشة والمعجون وكده. في بعض الأكلات بتبقى بتساعد على تنظيف الأسنان، حتى لو أنا كلت مثلا حاجة بره زي شوكولاتة، كلت حاجة مش صحية قوي. ممكن لو أنا كلت الحاجة دي بعدها تبقى بتساعد إن أنا أفضل سناني تفضل نظيفة إلى حد كبير لغاية ما أروح البيت وأقدر إن أنا أغسل أسناني. زي إيه؟ زي الحاجات اللي فيها ألياف. اي حاجة فيها الياف زي الجزر، الخيار، الخس، الكابوتشي، الحاجات دي كلها، اي حاجة من الحاجات دي لو انا اكلتها بعد ما اكل اي حاجة فيها سكريات كتير، او فيها حاجات مثلا كربوهيدرات او كده، ده هيبقى بيساعد ان انا احافظ على اسناني شوية. لو انا هضطر برضو ان انا هجيب حاجات سناكس غير صحية من بره، احاول ان انا ابعد شوية عن الحاجات اللي بتلزق في الاسنان، زي مثلا التوفي، الشوكولاتة اللي بيبقى فيها كراميل. الحاجات اللي هي بتبقى بتلزق في الاسنان دي هيبقى صعب قوي ان انا ما معيش فرشة ومعجون ان انا يعني انضف اسناني بعدها. انما لو حتى كلت حاجة ممكن ان هي ما تبقاش بتلزق قوي، لو كلت بعدها على طول زي ما قلنا خيار وجزر وكده، ده هيساعد ان انا اسناني تفضل نظيفة لغاية ما اروح البيت واغسل اسناني كويس. قلتي كل اللي انا نفسي اسمعه يعني، فاشكرك جدا يا دكتوره ميرسي يا الاء، ومبسوط دكتور. جدا ان انت كنت معانا. ولو انت عايزه تقولي اي حاجه ختاما ما كنتش سالتك عليها، او كنت محضراها، او كنت بتفكري فيها، ده الوقت ليها ما كانش. يبقى انا بشكرك جدا على انك كنت معانا، واتمنى انا تكون الحلقه بشكرك يا عجبت دكتور الناس. جدا. ان شاء الله تبقى عجبتهم، ويبقى فيها اي حاجة تبقى بالنسبة لهم مفيدة او جديدة او ما كانوش يعرفوها. وبشكر حضرتك جدا ان انت اديتني يعني الفرصة ان انا اقول المعلومات دي. بس يعني ما فيش حاجة معينة الصراحة عايزة اقولها، غير ان احنا دايما في ناس كتير ما بتعتبرش ان صحة الاسنان والفم اولوية بالنسبة لها. وده مش هقول ان هي حاجة يعني هي غلط طبعا، بس مش هقول ان هي في الاول والاخر هي ليها سبب. يعني هي دايما الناس بتبقى شايفة ان احنا ورانا 100,000 حاجة في الدنيا، فمش هنقعد نزود كمان تفكيرنا ومسؤولياتنا والكلام ده كله بان انا اقعد افكر هو انا غسلت اسناني ولا لا، هو انا الضرس اللي فيه تسوس عملت له حشو ولا لا، ولا ايه. بس فعلا الناس مش عارفة تأثير عدم الاهتمام بالأسنان ممكن يوصل لأي مدى، وإن هو ممكن يأثر على صحتنا. حتى في بعض الأمراض ممكن تبقى مرتبطة يعني بالأسنان. يعني مثلا زي السكر ممكن يحصل تدهور في الحالة بتاعة السكر لو في عندنا التهاب في اللثة وجيوب في اللثة والكلام ده كله. ده بيخلي حالة المرض السكر بتبقى أسوأ بكتير من ما هي موجودة. فهو في ارتباط وثيق بين صحة الأسنان وبين صحة الشخص نفسه. وإحنا بس بمجرد إجراءات وقائية بسيطة قوي يعني في صحة أسناننا ممكن نحافظ عليها، وما نبقاش محتاجين إن إحنا أصلا نعمل بقى حاجات كتير قوي نبقى في غنى عنها بعد كده. بس فهي دي الرسالة الصراحة اللي أنا شايفاها الأهم بالنسبة للناس، إن إحنا نحاول بس نحافظ على صحة أسناننا عشان ما ندخلش بقى في دايلما كبيرة قوي في علاج الأسنان. انا بشكرك جدا يا دكتوره الاء، ومبسوط انك كنت معايا. وان شاء الله باذن الله نستضيفك في حلقه تانية نتكلم على على توبكس تانية ليها علاقه بالشغل والسنان. بشكر كل الناس اللي بتسمعنا، وبشكركم كلكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.